بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ كده كلامنا بالصلاة على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تاني حاجة بنبارك لنادي الزمالك بالفوز المستحق بالسوبر الأفريقي اللي كان بيتلعب في السعودية أول امبارح. أنا طبعا الماتش ضايقني، فما حبيتش إن أنا أطلع كده وأنا سخن ومتضايق، عشان هيكون دمي تقيل وهيكون لساني طويل، وانا الناس اللي تعرفني عارفه ان انا لساني طويل، فما حبيتش ان انا اتكلم عن الماتش او اتكلم عن اللي حصل والدنيا لسه سخنه. قلت لا، نستنى كده الدنيا تهدى شويه، وبعد كده ابدا بقى اتكلم عشان يبقى الكلام منطقي ويبقى الكلام مظبوط، كل واحد كده ياخد حقه بالظبط. بعد ما باركنا لنادي الزمالك، خلينا عندنا 3 نقط مهمين عايزين نتكلم عنهم. عشان الفيديو هحاول قدر الإمكان إن هو يكون الفيديو كده هادي وبسيط ومش طويل، ويكون فيه المختصر المفيد وستريت تو ذا بوينت، يعني لو نخبط كده في الحاجات اللي ضايقتنا على طول. فأول حاجة معانا عايزين نتكلم عنها هي الحكم واعتراضات الزمالك والزملكاوية الانسحاب المؤقت كده اللي كانت مدته 3 دقايق، اللي لعيبة الزمالك انسحبوه وجو العياط بتاع كل ماتش. دي نقطة. النقطة التانية رسالة للزملكاوية اللي بيحفلوا برضو، دي نقطة مهمة جدا عايز اتكلم فيها. النقطة التانية استاذ مدحت شلبي، يعني عايز برضو اتكلم معاه بس كده في نقطتين. والنقطة التالتة هي بقى لعيبة الاهلي والادارة ومجلس الادارة والمدرب واللي حصل في الماتش بالتحديد. فخلينا كده بسم الله نبدأ بأول حاجة بتعليقات الزملكاوية على الحكم. اول حاجه هي ضربه جزاء صحيحه 100%. ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي اللي كانت تقريبا في الدقيقه 42 هي ضربه جزاء صحيحه، لا غبار عليها ولا كلام فيها اصلا. انت كنت مستني انت ماشي، هو اكرم توفيق كان شاط الكوره، بس انت داخل لاعب على رجله، مفيش كوره مفيش اي حاجه. انت داخل تجيب له اصابه تخليه ما يلعبش كوره تاني، فدي المفروض كان فيها طرد وضربه جزاء. هي ما كانتش ان هي مجرد ان هو انذار وضربة جزاء بس، لا، هو طرد وضربة جزاء. النقطة التانية وهي النقطة بتاعة الانسحاب. أنا كنت عارف إن الزمالك مش هينسحب، يعني أنا لما شفت المنظر كده أنا عارف إن الزمالك مش هينسحب. كل ما في الموضوع إن هما بيضغطوا على الحكم عشان ما بعد ذلك، والطريقة دي هما متعودين عليها. وللأسف لعيبة الزمالك وإدارة الزمالك هو حتة اللي هو يلا ننسحب ويلا نلم اللعيبة وبتاع ويلا وروح راجعين تاني عادي جدا مفيش مشكلة. بس احنا بنعمل ضغط على لعيبة الأهلي وبنعمل ضغط على حكم المباراة. النقطة التانية في التحكيم، واللي برضو جماهير الزمالك كانوا معترضين عليها يعني بجنون، والموضوع كان مستفز وكان غريب، هي ضربة الجزاء اللي كانوا عايزين يحسبوها لدونجا بعد التدخل مع رامي ربيعة او عمر كمال، مش فاكر بالظبط، وما اهتمتش ان انا اشوف مين اللي دخل. لو انا اللي انا شفته ان هو لعيب وطى دماغه خلاها في مستوى الاقدام، ولعيب الاهلي دخل خد الكورة منه. ايوه، فين ضربة الجزاء في كده؟ فين الاذى في كده؟ فين الخبطة اصلا اللي تستدعي ان دونجا يقعد في الملعب ربع ساعة مرمي على الارض بيتلوى من الوجع وبعديها قام وكمل الماتش عادي؟ فده برضو لو اي حد من خبراء التحليل يفهمني هي ضربة جزاء ليه، او انتوا كنتوا عايزينها تتحسب ضربة جزاء ليه؟ ما هو الفار ما خلاش الحكم يرجع حتى يشوف. لما لعيبة الزمالك راحت واتلمت على الحكم وبتاع كلمهم في الفار ما استدعاهوش. ما هو هيستدعاه على يعني لعيب كان طوله كده نزل خلى راسه في الارض عشان خاطر، ولا خلى راسه عند ركبة لاعب عشان خاطر ياخد الكرة بدماغه، اللاعب خد منه الكرة، نعم. وايه الخطورة اللي فيها وايه الهجمة اللي فيها؟ لا لمسها بايده مثلا، لا خبطه، لا تعمد ازاء، ما فيهاش اي حاجة تستدعي ان هي ضربة جزاء. هو كده كده الزمالك في الاول وفي الاخر هو كسب الماتش، بس خلينا نتكلم عن الحاجات بس اللي لو كان الاهلي كسب كان الزملكاويه هيصيحوا عليه. في نقطه بقى اللي هي عايز اوجهها لجماهير الاهلي وجماهير الزمالك. جماهير الاهلي والله يا جماعه بصوا، هي الكوره مكسب وخساره واحنا كنا وحشين. الاهلي كان وحش، لسه هنتكلم في الكلام دوت لما نيجي بقى على الحته بتاعت الكلام عن النادي الاهلي. احنا كده كده كاهلي كنا وحشين. اللعيبه ما كانش عندها دوافع، اللعيبه ما كانش عندها مبرر للفوز، اللعيبه كانت مستسهله الماتش، اللعيبه كانت بتستظرف، كانت بتهزر، ما حدش كان عنده التزام، ما كانش فيه جرينتا، ما كانش فيه روح، ما كانش فيه اي حاجه. والاستاذ رامي ربيعه اللي بيعمل للجماهير كده وبعديها عمر كمان رايح يقلده وبيعمل كده. واحنا كاهلي عمرنا ما كنا كده، وعمرنا ما كانت طريقتنا كده، ولا عمرنا بنستهتر بخصم، وخصوصا لما يكون نادي كبير زي نادي الزمالك، فده ما ينفعش. ده اول جزئيه. الجزئيه التانيه، انا بقالي اكتر من سنه مش عارف احفل على الزملكاويه. صعبانين عليا.
انا الزمالكاوي صعبان عليه ان انا اتكلم معاه في كوره اصلا. اتكلم معاه في كوره ليه؟ يعني واحد فريقه بيتغلب من بط الكيني وطالع من الدور ال 16 في كاس مصر من طلائع الجيش، هحفل عليه ليه؟ اصل هو مش منافس اصلا عشان احفل عليه. يعني تخيل كده مثلا ان انا كنادي اهلي الترسانه مثلا اترزع 8-0 من اي فرقه، انا ههتم ليه؟ ما هو مش مستوايا ولا الفريق ولا القوه ولا القيمه اللي انا يعني تستاهل بقى ان انا احفل عليها وانزل كوميكس واهزر واضحك واقعد استفز اصحابي. الموضوع مش مستاهل، مفيش منافسه. فالمباراه دي انا شايف ان الخساره بتاعتها جددت الدوافع، او اتمنى انها تجدد الدوافع يعني للاعيبه النادي الاهلي. واتمنى كمان ان هي بقى ايه تخلي في طعم للتحفيل، يعني اللي هو لما اجي مثلا هلاعب الزمالك يوم 18 ولا 19 ولا يوم 20 في شهر اكتوبر الجاي في السوبر المصري، فلو في فرصه ولعبنا الزمالك يبقى عندي مبرر ان انا لما اكسب افرح بالماتش، ما يبقاش عادي. يعني ايه المشكله لما تكسب فرقه درجه تانية؟ يعني فرقه بتلعب كونفدراليه اصلا بقالها سنتين مش عارفه تطلع دوري ابطال افريقيا. فلكن لما يبقوا هم كاسبينك لسه ماتش، تعرف بقى ان انت تحفل عليهم وتعرف تحط ايه كل واحد عند حده، وتوقف كل واحد كده تقول له لا استنى كده وعقل، انت بتتكلم عن ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا تعالى بقى تاريخك كذا وبتاع والماتش اللي كذا والكلام الجميل ده مش مبرر. ده مش مبرر خالص للاعيبه النادي الاهلي ولا اداره النادي الاهلي ولا الاداره الفنيه للنادي ان الاهلي كان يظهر بالمستوى اللي ظهر بيه امبارح ده. مفيش مبرر خالص يعني، فاهم؟ خالص. وفرقه الزمالك دي اللي الزمالك لعب بيها اول امبارح، لو الاهلي لعبها 100 مره هيكسبها 99 وهم هيكسبوا المره بتاعت امبارح دي. مفيش منطق خالص 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 ان انت الزمالك يكسبك امبارح او اول امبارح. ما لهاش مبرر. مش عارف ابلعها، مش قادر استوعبها لغايه دلوقتي. بس قبل ما نتكلم في الفنيات بتاعه المباراه خلينا نتكلم عن الاستاذ مدحت شلبي. واستاذ مدحت شلبي ما مش كفايه بقى؟ مش كفايه كده يعني؟ الواحد ايه قال ماشي يتفرج على ام بي سي، ويا ريتني ما اتفرجت على ام بي سي. يعني انا مش عارف انا عملت في نفسي كده ليه. طب ليه ما غيرتش القناه الصوتيه لفارس عوض؟ يا استاذ مدحت، يا استاذ مدحت صباح الفل. انت بتتكلم الاهلي لا اكرم مش هينفع يكمل، اكرم مش هينفع يكمل، لازم يطلعوا اكرم. كابتن طلع يا حبيبي. الاهلي عمل الخمس تغييرات بتاعته بس يطلع اكرم اما صباح الفل. الاهلي اول حاجه طلع محمد هاني ونزل عمر كمال، وبعد كده طلع بيرسي تاو وطلع حسين الشحات ونزل مكانهم طاهر محمد طاهر وطلع ورضا سليم. ومن قبل التبديلين دول كان نزل في نص الملعب احمد نبيل كوكا مكان مروان عطيه، وقفشه مكان امام عاشور. يعني احنا مخلصين الخمس تبديلات ولا انت بتتفرج على ماتش تاني؟ انت مش مجمع، مش عارف تجمع، فريق الاعداد مش عارف ينبهك. كفايه كده والله العظيم، كرهتونا في الكوره. يعني ليه؟ يعني انا مضطر ليه؟ انا ليه مضطر ان انا اسمعك وانت بتتكلم عن كذا وقصص كذا والايفون 15 برو مش عارف ايه ليه؟ ايه ده؟ وبرده حاجه تانية، يعني في ناس كتير جدا من الزملكاويه بعد الزمالك ما خد البطوله كانه بيذيع، بدل ما يعني هو بيتكلم عن الانتصار بتاع الزمالك وان الزمالك فاز وان الزمالك بيستلم الكاس، كانه بيعلن الهزيمه في حرب 67. لا يا حبيبي، هو الراجل بس صحته مش مكمله معاه. انا كاهلاوي وكل الاهلاويه ما بيحبوش ان هم يسمعوا مدحت شلبي يعني، او انا على الاقل بالنسبه لي عشان ما بقاش بجمع، انا ما بحبش اسمع مدحت شلبي خالص نهائي بقى. وتعليقه بيستفزني. نتمنى يعني، او انا اتمنى انا لنفسي ان اي ماتش مدحت شلبي بيعلق عليه انا ما اشوفوش، او اشوفه بقى بقناه صوتيه تانية، اشوفه على قناه تانية. يعني اتمنى ان نقلل من مدحت شلبي شويه عشان خاطر المراره. يعني مش هيبقى الاهلي خسران وكمان بنسمع مدحت شلبي، الموضوع صعب. نيجي بقى للكلام عن النادي بتاعنا. يعني كل بقى اللي فات في الفيديو ده كان كوم، واللي جاي بقى ده ايه؟ ده الكوم التاني. انا عايز اعرف يعني، او عايز اسال المرتزقه المحسوبين على النادي الاهلي، انتوا كده مبسوطين؟ يعني بعد ما صدرتوا للعيبه واديتوا الدافع لعيبه نادي الزمالك ان هم ينزلوا يكسبوا الماتش، انتوا مبسوطين؟ انت مبسوط؟ يعني انت لما هتقعد تقلل من المنافس وتقعد بقى تتكلم عن الزمالك يعني نكسب 3 نكسب 4، ماتش سهل. الزمالك ايه بقى الثقه اللي كانت عند اللعيبه، الثقه اللي كانت عند الاعلاميين المحسوبين على النادي، وحته ان انت تدي الدافع للعيبه الزمالك وتخلي لعيبتك نازله بتعمل كعوب وبيركزين في الكباري ومركزين في الترقيص ومش بيلعبوا كوره اصلا. هو مش مركز في الكوره، هم مركزين بس اللي هو ايه؟ نتمنظر بقى، ما احنا كده كده كسبانين. من امتى كانت الكوره فيها حد بينزل واثق ان هو كسبان؟ المنظر اللي لعيبه الاهلي ظهرت بيه اول امبارح ده يرضي ربنا؟ طبعا ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد من جماهير الاهلي. شكلنا كان وحش، لعيبتنا مش واقفه على رجليهم، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه بتلاقيش مش لاقيه بعض، اللعيبه كلها كل واحد بيتحرك لوحده. وده خلينا بقى ايه؟ ناخدهم كده واحده واحده. نبدا بمين؟ نبدا بالاداره اللي ما جابتش صفقات. فين صفقه المهاجم؟
فين صفقه خط الوسط؟ طيب انت طلعت، انت مشيت عبد القادر من خط الهجوم، ومشيت من خط الوسط اليو ديانج، وجبت عمر الساعي ما شممتوهالوش من ساعه ما جه، يعني حتى بعد الاهلي ما كسب 3 في ماتش جورمايا سواء هنا او هناك انت ما لعبتوش. طيب انا خط الوسط امبارح كان ضايع مني، انا الزمالك كان بيلعب عليا كوره، لعيبه الزمالك كانوا بيلعبوا دفاع متقدم وماسكين الكوره في نص الملعب، مفيش حد بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. فمهاجم لا والله مش عايز، طب نجيب لك فلان لا مش عاجب، طب الاداره فكوا الحصاله وجابوا لنا مهاجم ب 2 مليون دولار ولا 2 مليون ونص دولار عشان خاطر عندنا مليون بطوله السنه دي، لا احنا اللي عندنا كويسين، اهو الكويسين دول اتشالوا قبح امبارح من الزمالك. كويسين فين الكويسين؟ دخلت انت منطقه الجزاء كام مره؟ عملت كام هجمه خطيره؟ هددت الفريق اللي قدامك كام مره؟ الكره بتاعت ضربه الجزاء اللي كده كده كان اكرم شاطها اصلا في ايده، وكوره باين لاسامه ابو علي، وكوره لحسين الشحات شايطها من بره، وفي كوره برده مش عارف مين اللي شاطها، كان حسين الشحات شاطها تقريبا، او الكوره بتاعت وسام اللي كانت فاول اللي محمد عواد طلعها. بس هو ده اللي انت عملت كام ضربه ركنيه؟ واحده في الماتش. الزمالك عمل لك 4، وهكذا بقى في كل حاجه. فالاداره فين الصفقات بتاعه الاهلي اللي هيشارك بيها في البطولات اللي جايه؟ انت معاك القيد لغايه 30/10، انا محتاج اشوف صفقات. الاداره لازم تتشد، الاداره بجد لازم تتشد. ملف الصفقات في الاهلي زي الخرا، زي الخرا، يعني من ساعه ما كابتن محمود الخطيب جه هو ومجلس ادارته ملف الصفقات زي الخرا. يا فرحتي ان انت كل سنتين 3 بتجيب لي صفقه كيديه، صفقه زي بتاعه كهربا، صفقه زي بتاعه امام عاشور، وبعدين فين باقي الصفقات؟ تمام بناخد بطولات، بس احنا بناخد بطولات عشان احنا الاهلي. لكن لعيب هات لي كده لعيب مميز، وسام ابو علي اللي اصلا مش اداره التعاقدات هي اللي رشحته، اللي مش مجلس الاداره هو اللي جابه، واللي عمل معانا موسم حلو، والموسم دوت حتى الان وسام ابو علي مش باين له اي ملامح، مش باين له ملامح معايا. نتكلم بقى على الاداره الفنيه للماتش. انت نازل بتدافع قدام الزمالك ليه؟ يعني فرقه كان لسه طالع الجيش مطلعها من الكاس، فرقه هي الرابع في الدوري، فرقه اللعيبه دي اول مره تلعب مع بعض، فرقه لو دخلت فيها جون في اول 10 دقايق ولا في اول ربع ساعه هتشيلها سكور، فرقه وهي بتلعب في افريقيا راحت هناك 1-0 بالعافيه. وكل المحللين وكل الناس اللي بتتكلم كوره الزملكاويه والاهلاويه قال لك لولا ان الفرقه الكينيه اللي هي البوليس الكيني ولا الشرطه الكينيه ولا امناء الشرطه الكينيين دول لو عندهم مهاجم عادل الزمالك كان هيشيل 4-5 سواء في ماتش مصر او في ماتش كينيا. انت نازل بتدافع ليه؟ انت نازل بتلعب ورا ليه؟ بتلعب بمحمد الشناوي ليه؟ يعني انت بتلعب بمحمد الشناوي ليه؟ هو يعني بلاش نتكلم عن الشناوي دلوقتي، دوره جاي في الايه؟ في لما نبدا نتكلم عن اللعيبه، لعيب كده مفيش باص، اللعيبه مش محترماك بره، يعني انت واقف بره اللعيبه مش محترمه. ما هو اصل اللي اللعيبه بتعمله ويبقى القرار واضح، يبقى هو عنده واحد ممكن ينفرد تمام ويقرر ان هو يرقص ويبلع كوبري ولا يعمل كره بالكعب فتتقطع مننا فتبقى هجمه مرتده علينا، ده معناه ان هو مش محترمك، لا محترم اداره ولا محترم مدرب ولا عنده دوافع ولا همه الفانيلا اللي هو بيلعب بيها ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. وده طبعا لان فريق الكوره والاداره بتاعتنا لغايه دلوقتي مش حاطه مدير كوره، لان مفيش شخص قوي في اوضه اللبس يمشي كده اوضه اللبس وينظمها ويبقى في عقوبات سليمه وقويه تخوف اللعيبه، عشان خاطر في لعيبه بتتظلم على حساب لعيبه تانية، عشان في لعيبه احنا بنجيبها وما بنلعبهاش وبنلعب لعيبه تانية ما تلعبش كوره اصلا. عشان ما نطولش في النقطه دي خلينا ندخل على الحاجات اللي بعد كده عشان ربنا يعني يكرمنا بقى. محمد الشناوي من قبل ما يتصاب مع المنتخب وهو زي الزفت، والاهلي كان المفروض يتعاقد مع حارس. طب الحمد لله ربنا كرمنا وعندنا حارس متميز جدا 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 اسمه مصطفى شوبير. بلعب بالشناوي ليه؟ عشان ينط لي من فوق الكوره، يعني ايده مخرومه او هو نزل الماتش من غير دراعاته تقريبا، يعني هو كان جاي يلعب بصدره بس، يعني ده حتى صدره كان خيبه. يعني الكوره اللي الزملكاويه اعترضوا عليها وكنا هنلبس فيها ولا كانت ممكن تتحسب ضربه جزاء، وهي طبعا مش ضربه جزاء ولا حاجه، بس يعني خلينا كانت البي لما زيزو شاط الكوره كانت مكهربه تقريبا، ما اعرفش يمسك الكوره كده راحت فلته منه. الجون اللي دخل من تحت ايده، لسه بينط كده، يعني مش بيفرد ايده وينزل بجسمه كله، لا بينط كده، بيترمى مع كل الكور. وثلاث ارباع ضربات الجزاء اقسم بالله العظيم متشاطه ضعيفه، متشاطه بالراحه. هو مكسل بس، يعني هو تقريبا جيب دراعه من غير كفه، جيب ايده من غير كوعه، يعني انا مش عارف والله. كفايه كده محمد الشناوي، يعني هو لما جاله عرض من النصر من سنتين ما مشيتهوش ليه؟ بيقول انهالت عليه العروض بملايين الدولارات السنه ما مشيش ليه؟ ما كفايه ومش حارس مرمى كويس، محمد الشناوي ده مضيع 2 دوري، وادي بطوله اهي، والبطوله والسوبر المصري اللي بتاع السنه اللي قبلها. كفايه شناوي بقى،
كفايه الشناوي كده. رامي ربيعه كان الى حد ما متميز، بس برضه ما كانش لاقي اللعيبه اللي جنبه. ياسر ابراهيم التركيز كان شبه معدوم. وانا طالما كده كده انا يعني جبت اشرف داري، ليه ما بلعبهوش؟ ما هو حتى لو ياسر ابننا وحبيبنا ولاعيب كويس وجرينتا والكلام ده، ما هو لازم يحس ان في منافسه معاه. ما هو طول ما هو شايف ان هو خلاص محمد عبد المنعم اتكل على الله، يبقى انا بقى خلاص بقيت الاساسي. فين الدوافع بتاعتي؟ يعني فين دوافعي؟ لا يوسف ايمن شمها ولا اشرف داري شمها. وبعدين لامتى؟ يعني لامتى؟ طب انا جبت الصفقات ليه طالما مش هلعبهم؟ لازم استنى يعني ياسر ابراهيم يجيله صليبي ولا رامي ربيعه يجيله صليبي عشان خاطر انزل الصفقه؟ محمد هاني هو محمد هاني، هو محمد هاني العادي بتاعنا، واتصاب ونزل مكانه عمر كمال. طبيعي ما بيلعبش فمش منسجم، مش مركز، وفي الاخر كمان جاي بيحلولي وبيعمل لي كده لمحمد عواد. وبعدين يعني ده لا تربيه الاهلي ولا طريقه الاهلي ولا اسلوب الاهلي ولا الكلام ده خالص، ان انت تنزل تعمل كده للجون اللي قدامك. ما تحترم المنافس وتحترم نفسك. انت كده كده كنت كسبان وضيعت الفوز منكم، جاتكوا 60 خيبه. على الناحيه التانيه طبعا الاستاذ يحيى عطيه الله، الاستاذ يحيى عطيه الله اللي هو مفكر تقريبا ان هو لسه بيلعب في الوداد، او اللي هو بيلعب ماتش فور فن، بيلعب ماتش خماسي مع اصحابه، مشترك في دوره رمضانيه، بيلعب بالكعب. يعني الجون اللي دخل فينا عشان الاستاذ كان ممكن يطلع الكرة اوت عادي جدا، اللي هو كده طلعت اوت تمام، كان يقف على الكرة يبصيها عادي تمام، كان ممكن بكل بساطة يشوطها جامد شوية يخليها هجمة مرتدة، يعني كان ممكن يتعمل فيها اي حاجة غير ان هو يديها في الكعب فتخبط في رجل لعيب الزمالك فيجري يرفع يلا جون. وضربة الجزاء طبعا دخل بيشوطها بقمة الاستهتار، شوطها في ايد عواد. برضه مش لاقي له مبرر، ومش مقتنع بالعقوبات اللي اتفرضت. 100000 جنيه غرامه قد ايه؟ يعني فرحتي بال 100000 جنيه غرامه. انت السوبر ده كنت هتاخد فيه مليون و500 الف دولار، مليون و500 الف دولار دول يعني 75 مليون جنيه. المفروض اللعيبه دي كل واحد من العقد بتاعه يتخصم له على الاقل مليون جنيه. كان في 75 مليون جنيه هيخشوا خزينه النادي، وبطوله مفيش اسهل منها الاهلي لعبها في حياته. يعني انت كان هيجيلك مليون ونص دولار كده وانت مرتاح، تقول لي 100000 جنيه من كل واحد. نطلع بقى لخط الوسط. مروان عطية كان سيء، أكرم توفيق كان سيء وأناني وبرضه طب فين في الملعب؟ مفيش بلح. إمام عاشور بقى يعني هو اللي يعني لو أنا مثلا كل اللي قلته في يحيى عطية الله، في إمام عاشور يتضرب في 10. أنانية وعايز يرقص، فاولات، مفيش باص صح، مفيش كرة لقدام صح، عايز ياخد الكرة ويشوط. انتوا كنتوا فين؟ إمام عاشور كان زي الزفت، وهو هيفضل زي الزفت طول ما انت بتلعبه كل ماتش ومحدش بيوجهه، محدش بيقول له انت وحش، محدش بيقول له انت اقعد، وما بينزلش عليه غرامات. هو هيفضل دايما كده. فلحد امتى بقى؟ يعني احنا لحد امتى؟ حسين الشحات ما كانش موجود في الماتش، يعني حسين الشحات ما جاش اصلا. يعني انا حسين الشحات ما جاش اصلا. حسين الشحات نسونا كان بيتدرب في التتش تقريبا، او كان بيلعب بلاي ستيشن، او ممكن يكون كان بيلعب بابجي. ده حسين الشحات. وهكذا بيرسي تاو. حسين الشحات وبيرسي تاو ما جوش. وسام ابو علي ما جالوش كور، وهو كل حاجه بيعرف يعملها ما عملهاش في ماتش الزمالك. يعني كل حاجه وسام ابو علي بيعرف يعملها في ماتش الزمالك ده تحديدا هو ما عملهاش ولا عرف يعملها. نيجي بقى بعد كده للتغييرات. الاستاذ قفشه نزل ولا اي شيء، مسكنا نص الملعب ولا مسكنا نص الملعب ولا مسكنا نص البطيء. يعني بس عشان خاطر كل الاهلاويه بقى يقول لك ايه وقفشه المظلوم وقفشه مش عارف ايه، لا 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 خالص خالص والله. بلح زيه زي امام عاشور، هما الاثنين بلح، وهما الاثنين ما ينفعوش، وهما الاثنين لازم يقعدوا دك. يعني هما الاثنين لا مفيش. احمد نبيل كوكا نزل برده ما عملش اي حاجه. مين تاني؟ اكرم كده كده كمل. يعني طاهر محمد طاهر طلع بكوره بس برضو باصي، لا مفيش باصي. روح مفيش روح. رضا سليم كان زي حسين الشحات كده وبيرسي تاو ما جايش. يعني انا طاهر محمد طاهر قلت اسمه عشان في هجمه ايه راح فيها. طب حسين الشحات لا مفيش. رضا سليم مفيش. بيرسي تاو مفيش. دول ما جوش اصلا، دول ما سافروش، ما جوش من القاهره. يعني انا اشك ان بيرسي تاو سابوه في جنوب افريقيا اصلا. ده ما جاش خالص. وفي الاخر هي بطوله راحت مننا للأسف باستهتار مننا، وعشان احنا كنا وحشين. لا فيها ظلم تحكيمي ولا فيها أي حاجة خالص. وماتش كان في المتناول. انت اللي ما هاجمتش، انت اللي ما عملتش أي حاجة. لعبت بنفس السيناريو ماتش الترجي اللي هو برضو كنت تقدر تشيل الترجي فيه 3-4-0 وتبقى هزيمة تاريخية. لعبت بنفس الطريقة القذرة، بس مش في كل مرة هتمشي معاك. لا كان في فكر ولا كان في تركيز ولا كان في أي شيء خالص. فأتمنى أن الخسارة دي تكون دافع إن الموسم الجاي يعني نقدر إن احنا بقى نلعب برجولة ونقدر قيمة التيشيرت اللي احنا بنلعب عشانه،
ونقدر الفلوس اللي احنا بناخدها، وان احنا بنلعب في اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط، ونقدر بقى ان احنا نفوز بالسوبر المصري اللي جاي، نحقق حاجة في بطولة الانتركونتيننتال، نحقق حاجة في كأس العالم للأندية، يعني الدوري، دوري ابطال افريقيا. يعني نتمنى مع ان ما فيش اي حاجه تبشر بالكلام ده. انا والله العظيم يعني ممكن هنزل لكم سكرين دلوقتي، انا من قبل الماتش وانا مش متفائل. انا مش متفائل يعني. اخ كبير ليا سعودي كنت شايفه قبل الماتش بيومين، فبيقول لي الماتش ايه مش عارف ايه وبتاع. قلت له انا مش خايف من الماتش العين، انا خايف من الماتش ده. ليه كده؟ قلت له عشان خاطر اللعيبه مستهتره، الاداره مستهتره، الاعلاميين بتوع الاهلي مصدرين مشهد كده ان الاهلي هينزل يكسب 4-5-0، وهي عمره ما ماتشات القمه ما بتتحسب كده، عمره ما ماتش كوره بيتحسب كده. فانا مش متفائل بالماتش ده، وللاسف عدم التفاؤل بتاعي ده جه في محله، وللاسف خسرنا السوبر. خسرانين بضربات جزاء حاجات كتير، بس يعني للاسف خسرنا الماتش. فالف مبروك لنادي الزمالك، وهارد لك طبعا للنادي الاهلي والجماهيره، ونتمنى ان هي تكون عبره كده ودرس لما هو قادم. بشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد عن توابع المباراه، وتكون بقى نشوف فعلا الاداره عملت ايه وتصرفوا في ايه وكده. اشوفكم في فيديو جديد بكره باذن الله. السلام عليكم.